طيب يا شباب، من اول الفيديو لو انت فاكر ان 30 40 ثانيه من الفيديو هيعرفوك كل حاجه عن الاستندات، فانا عامل لك بلاي ليست كامله كل فيديو فيهم 30 40 ثانيه هتعرف منها كل حاجه. بس لو انت بقى بتحب المحتوى الطويل تتفرج على رواقه كده وتعرف كل الاستندات اللي انت ممكن تستخدمها في المحتوى بتاعك، يوتيوب شورتس، ايا كان المحتوى اللي انت بتعمله، الفيديو ده ليك على طول. بقى خلينا نشوف كل الحاجات دي ونبدا باول ستاند. اول ستاند معانا ستاند المكتب التي اس 1. خلينا نفتحه سوا. بيجي لك بقى في العلبه بتاعتك الماسكه موجوده، مش محتاج تشتريها، الماسكه اللي هي بتتمسك من الجزء ده كده او من ورا، والبول هيد بتاعتك برده مش محتاج تشتريها منفصله، والبيس بتاعتك اللي بتمسك الستاند كله. تمام، دي كده القاعده بتاعتنا. بعد كده بنفتح الجزء ده كده، الجزء اللي عندك دوت اللي بتمسك فيه الموبايل بتاعك وفي نفس الوقت بيثبت على القاعده بتاعتك. بنشد الجزء ده كده اهو من الحته دي، تمام، انت شايف برده من الزاويه من فوق بيبقى مرن معاك كده، تمام. وبعد كده هتركبه هنا كده بالحشو، ما بتعملش ربط او حاجه. وبعد كده بتقدر تربط وتفك دي تاني زي ما انت عايز، يجي معاك في كل الاتجاهات عن طريق الجزء اللي هنا ده اللي تحت، وبيبقى بتفك من هنا بحيث ان انت تعمل الاتجاهين دول. والجزء دوت الجزء اللي من هنا البلاستيك بتقدر عن طريقه لما تلف وتفك ترفع وتنزل الستاند زي ما انت عايز عن طريق الجزء اللي هنا ده. طيب الطول بتاعه بيوصل لكام سنتي؟ الجزء اللي هنا ده اللي ظاهر فوق بيكون حوالي 50 سم، والجزء اللي هنا اللي من فوق اللي هو الموبايل بيقدر يطلعه كده ده بيكون 35 سم. هننزل تحت شويه وبعد كده هنلف الجزء ده اهو. ده الجزء اللي عندك اللي بيركب فيه البول هيد. خلينا نرفعه شويه عشان يبان في الكاميرا اهو. ده اللي بيركب عليه البول هيد. هنفك البلاستيك اللي هنا دي وبعد كده نحط البول هيد بتاعتنا، بنلفها بكل سهوله كده. انا ركبت البول هيد. هنفتح بقى اخر جزء اللي هي الماسكه بتاعت الموبايل بتاعي وهنلفها بالشكل ده كده. برضه الموضوع بسيط جدا، لو انت عندك خبره في الاستندات هيكون سهل، تمام. والجزء ده كده ده اللي بتتحكم فيه في الميلان بتاعك زي ما انت عايز. انا هنزله كده اهو. بقى عندي ستاند اهو، ممكن تشوفه من فوق. ستاند تقدر تحط الموبايل هنا وتصور كده، تعمل ريفيو لاي حاجه عندك، وتقدر تنزل الدراع ده شويه بحيث ان انت يبقى عندك مسافه اكبر في الجزء ده. ممكن بقى لو انت عايز دي ما تبانش، لو دي بانت معاك في التصوير تقلبه كده وتحط هنا ازازه او اي حاجه كتقل بحيث ان انت تاخد اكبر مسافه ممكنه للموبايل بتاعك وفي نفس الوقت الحامل ما يقعش منك. الجزء ده تقيل بس مش تقيل كفايه، لو لفيته بالشكل ده هيقع منك. في جزء هنا برضو تقدر تركب فيه البول هيد بتاعتك بحيث ان انت لو مش عايز تصور بزاويه هوريزونتال وعايز تصور عادي وشك، فبتقدر تركبه هنا برضو بكل سهوله في الجزء اللي من فوق ده. تحط الموبايل بتاعك، عايز تصور هوريزونتال هتصور هوريزونتال، عايز تصور فيرتيكال هتصور فيرتيكال، تمام. وتقدر تفك الجزء ده خالص لو انت هتصور بيه بشكل هوريزونتال على وشك مش من فوق، تمام. فهيكون جميل قوي ان انت ممكن تستعمله بكذا حاجه. وبرده ممكن تعمل ايه، ممكن تركب هنا الجزء ده وتركب مثلا اضاءه جودوكس ار 6 او اي اضاءه هنا تنور وشك، ففيها اوبشنز حلوه. انا عندي اضاءه جودوكس ار 6 هنا مثلا موجهه على وشي، تمام، والموبايل موجود هنا. طب انا بصور وفي نفس الوقت الاضاءه جايه بزاويه 45، تمام. بس ده يبقى تحايل على الظروف قوي، يعني الافضل يبقى عندك ستاند لكل حاجه، تمام كده. خلينا ندخل في الستاند اللي بعده. تاني ستاند معانا ال NB39 اللي بتقدر تمسكه في المكتب. هو في الاصل حامل مايك بس بتقدر برضه تمسك بيه التليفون. هنشوف دلوقتي ازاي. نزلنا الحامل بالشكل ده. لو انت طالبه ستاند مايك هيبقى معاك القطعه دي، ودي مش هتكون موجوده، وهيكون معاك الماسكه اللي في المكتب والجزء بتاع المايك ده. فانت هيكون معاك دي ودي وستاند المكتب فقط بدون الحامل ده اللي هو تقريبا ب 40 جنيه اللي بيركب في اي ستاند مايك يحوله لستاند تليفون. ما تقدرش تركبه في اي حاجه غير ستاند مايك عشان القطعه ديت مخصصه لستاندات المايكات. في ناس بتشتري دي لوحدها وتحطها في بول هيد او كده فما بتركبش، تمام. اول حاجه القطعه دي بتركب معاك ازاي؟ بكل سهوله بتفك الجزء ده كده وبعد كده تدخل الجزء ده هنا كده وبعد كده بتربط عليه. يبقى عندك الجزء ده كده بيتحرك والجزء ده بيفرد عشان تحط فيه التليفون. الحامل بيجي بالشكل ده، هتحط فيه القطعه دي من هنا وبعد كده بتلف بالشكل ده بكل بساطه. الحته دي تقدر تفك شويه، تقدر تتحكم في الاتجاه بتاعك وبعد كده تربط عليه تاني. بالنسبه لمسكه المكتب هي بكل بساطه مسكه المكتب بتاعته متوسطه يعني بيزك خالص. بتفك الجزء ده كده وبعد كده تركبه في المكتب بتاعك وبعد كده تربط. بعد كده الحته دي بتفك ده السنه وبعد كده تدخل الحديده بتاعه الستاند وتقفل عليه. حاجات بسيطه بقى في الستاند ده، عندك الجزء ده بتفكه شويه بحيث ان انت تقدر تتحكم في الستاند، تمام. وبعد كده بتربط لما بتعمل زاويه الموبايل. ولو تاخد بالك لو قفلت الستاند هتلاقيه بيفتح معاك لوحده، قفلته بيفتح لوحده، قفلته بيفتح لوحده. هي السوسه دي مشدوده شويه بحيث ان انت لما تحط الموبايل وزن الموبايل هيثبت الستاند معاك، فمش هتستعمله على الفاضي. انت كده كده هتحط موبايل او مايك، فلما بتحط الموبايل بتاعك او المايك بتاعك الستاند بيكون ستيبل وبيثبت وانت بتتحكم في الشد من هنا، تمام. خلينا بقى ندخل في الستاند الجاي. نوع الستاند اللي بعد كده هو مش ستاند قوي يعني، هو الماجيك ارم. بيجي قطعتين. اول قطعه معانا الكلامب، دي من اهم القطع يا جماعه اللي ممكن تحتاجها في التصوير بتاعك، باستخداماتها كتير جدا. والماجيك ارم بتاعتنا تكون عباره عن دراع بالشكل ده وبيجي فيها الجزء ده احنا بنفكه، تمام.
القطعه دي معموله علشان الجزء ده ممكن تركبه في الكاميرا بدل مايك الكاميرا اللي فوق. فمثلا الناس اللي بتحط حاجه في الكاميرا بتحط ماجيك ارم في الكاميرا وتبقى ماسكه اوبجكت قدام العدسه، فيبقى البتاع الماجيك ارم نفسها الجزء ده ماسك في الكاميرا وطالعه من فوق الكاميرا، وهحط لك الاوبجكت قدامها. ممكن ابقى اسيب لكم فيديو فوق بيشرح الكلام ده بالتفصيل. تمام. هنفك بقى الجزء ده كمان وهنركب القطعه دي في الجزء ده من الكلام. بعد كده بنربط عليه بالشكل ده. طبعا انت شايفها عايمه كده خالص، فانت لما بتربط هنا بتثبت معاك وما بتتحرك. بعد ما بتربط هنا كويس اهو بتثبت معاك الماجيك ارم ما بتتحركش. الجزء ده بقى هي الماجيك ارم بتيجي بالشكل ده، بس الجزء ده اللي هيتركب فيه ماسكه الموبايل. ماسكه الموبايل نتكلم عنها بالمره. ماسكه الموبايل بتاعتنا بتيجي بشكلين، الشكل ال 360 درجه. تمام. ده بتقدر تتحكم فيه من هنا، تفك الجزء ده وتلف دي كده بقى الفيديوهات شورت، وتعمل كده بقت فيديوهات بالعرض من غير ما تحرك البيز بتاعتك نفسها، فبتخليك تتحكم في الموبايل بكل سهوله. وميزه تانية فيها ان هي ما فيهاش سوسته تبوظ منك مع الوقت، لا فيها زي مسمار كده بتلفه وبتربطه فما بيبوظش منك خالص. تتحكم فيه في حجم التليفون، فلو تليفونك كبير او تقيل او عايز تحافظ عليه وتتاكد ان الماسكه دي ما تتكسرش منك فاشتري دي. لو انت بتحافظ على الحاجه وموبايلك صغير ممكن تشتري دي عادي جدا بسوسته وبسيطه. وسهولتها بقى ان انت مش محتاج تفك يعني مسمار تربطه وتفكه، لا انت بتشد كده تحط الموبايل وتقفل عليه، فدي اسهل في الاستخدام، ولكن دي عمليه اكتر ومتينه اكتر. زائد ان مثلا لو الجزء ده اتكسر رغم انه قوي فانت برده مش هتخسر الماسكه بتاعتك، عندك جزء تاني هنا تثبت فيه. فهم عاملين لك اوبشنز ان هي حتى لو اتكسرت تستخدمها. حلو. طيب نرجع بقى للماجيك ارم بتاعتنا. احنا ايه اللي دخلنا في الحصه دي كلها؟ الموضوع كله اللي انت الماسكه ديت تقدر تركبها في الجزء ده من الماجيك ارم، وبقى عندك دراع الماجيك ارم بتاعك اللي هو تقريبا 27 سم، حوالي شبه 27 او 28 سم بالشكل ده. تقدر بقى انت في الجيم مثلا تفك الكلام ده كده تمسكها في اي حاجه وتربط تاني عليه، ويبقى عندك موبايل بتاعك ثابت تثبته في مكتبه في مكتب في اي حاجه. العيب الوحيد طولها قصير جدا 28 سم، ما ينفعش تبقى ستاند تحطه في المكتب وتصور بيه وشك مثلا، مش هيوصل لوشك اصلا، ولكن هو ليه استخدامات معينه تقدر تشوفها في الفيديو اللي انا هحطه لك في الاي. خش بقى في الستاند اللي بعده. القطعه اللي بعد كده هي مش ستاند قوي، بس هو حامل اضاءه واحنا بنركب له حاجات تخليه ستاند. اول حاجه عندنا الستاند بتاعنا العادي خالص بتاع الاضاءه، اللي انا هسيب لك فيديو فوق فيه شرح مفصل لكل الستاندات لان في كذا خيار من ده، والبول هيد بتاعتنا، وماسكه الموبايل سواء اخترت الصغيره او اخترت الكبيره، الاثنين بيشتغلوا عليه. طبعا انا عامل لكم برودكتس على الستور كامله فيها الحاجات دي، بس عشان ما نطولش الفيديو ده هنعمل فيديو شرح كامل ازاي تشتري من الستور، بحيث ان الفيديو ده يبقى بس مخصص للستاندات، سواء انت هتشتري من عندي او من عند اي حد تاني، الحاجات دي متوفره في كل حته. طيب الستاند بتاعي هنفتحه، طبعا انتوا شفتوه قبل كده فهجري الحته دي. الستاند بيجي فيه القطعه البلاستيك دي بنشيلها، وبعد كده نجيب البول هيد بتاعتنا. هتاخد بالك ان الستاندات بتكرر نفس بعضها، يعني البول هيد دي هي نفس البول هيد اللي كانت في الستاند اللي فات لو تفتكر. ناخد البول هيد بتاعتنا ونركبها في الجزء ده من الستاند. تمام. بتلف معاك بكل سهوله اهي، وبعد كده بتمسك ماسكه الموبايل سواء دي او الثانيه مش تفرق، الاثنين بيتباعوا معايا، وبتركبها في البول هيد. ويبقى عندك ستاند بالشكل ده طوله 160 سم ويوصل معاك ل 190 سم على حسب نوع الستاند ده اللي انا قلت لك هتتفرج على الفيديو في الاي اللي فوق. والبول هيد هنا تقدر برضه نفس الكلام تتفرج بالطول او بالعرض، صور براحتك يا صديقي بالزاويه اللي تريحك، وتقدر تميله كمان لقدام ولورا، وده ينطبق على الستاندات اللي فاتت. وانت برضو بتتحكم في نوع الستاند ده، فدي حاجه حلوه جدا، بس مش هنتكلم كتير عنه بقى، شرح نفسه يعتبر، فهنخش في الستاند اللي بعده. الستاند ده مختلف شويه لانه بيشيل لابتوب وممكن تحط عليه الموبايل بزاويه مختلفه جدا، نفس فكره ال NB 39 اللي بيمسك لك الموبايل على المكتب افقي. ولكن لو انت المكتب بتاعك بيتهز وعايز حاجه عمليه تمسك لك الموبايل بتاعك بعيدا عن المكتب وفي نفس الوقت ما يبقاش في ترابيزه ثانيه ماسكه فيها، فده الستاند المناسب ليك، لان انت تقدر تصور بزاويه من فوق وتهز الترابيزه براحتك من غير ما الموبايل نفسه يتحرك. وبرضه هسيب لك فيديو شارح فيه، اصل انا بستخدمه دلوقتي، الزاويه اللي انت شايفها من فوق دي معموله بالستاند ده، فهتشوف دلوقتي بالظبط الستاند ده طوله كمان كبير، يعني طول الستاند تقريبا 170 سم، فمناسب جدا زي ما انا هوريك في الفيديو اللي من ظهري دلوقتي. وده الستاند برضو اصغر منه شويه. تمام. بيجي لك الدراع مفصول بالشكل ده، والقطعه ديت اللي هي بتكون من فوق لو تاخد بالك القطعه دي شبه الستاند ال NB 39 بالظبط، يعني هو حرفيا عامل لك ترابيزه مع ال NB 39. البيس بتاعته ممتازه الصراحه، وزنها كويس، مش تقيله قوي بس وزنها كويس، وممكن برضو تحط فيها ايه تقل او حاجه تزود الوزن بتاعك. وفي حديده ثانيه برضو. تمام. الماتيريالز بتاعته كويسه جدا الصراحه. تمام. في قطعه اهي، القطعه دي بتركب فيه، عندنا في الحديده دي يركب فيها القطعه دي كده، ده اللي بيركب عليه من تحت، وبعد كده القطعه دي بتبقى في النص بين الحديدتين.
بنعمل كده وبعد كده بنربط دي هنا كده. لا انا عملت صح، بس المفروض ديت اللي فيها سوكت من الناحيتين وديت مقفوله من الناحيه دي، فانا ايه ركبت دي غلط، كانت المفروض تركب هنا. تمام انا كده ركبته صح. هركب بقى الجزء ده هنا. تمام كده انا ركبت العصايتين دول في بعض. وبعد كده الجزء ده الصاموله الصغيره دي شايفينها في الكاميرا دلوقتي، بنحطها في البيز من تحت تعدي كده. بعد كده بنربط ده هنا كده. كده احنا ركبنا الستاند بتاعنا او الجزء اللي تحت من الستاند. طبعا هو طويل مش باين في الكادر ده دلوقتي، بس هنحط فيه الجزء اللي فوق ده وننزله لكم تحت شويه. طيب اهو ده شكله اهو من هنا، ده شكل الجزء ده كده وهو راكب، والبيز بتاعته اهي. دي اقصر شويه، هكتب لكم برده الطول بتاع ديت، وفي الطول الثانيه بتاعت اللي انا بصور بيها دلوقتي، على حسب الطول اللي انت محتاجه بتطلب. بالنسبه بقى للماسكه بتاعته، فهي الماسكه كبيره بالشكل ده عشان تاخد الايباد بتاعك. هحط لكم برده المقاس بتاع الجزء ده هقيسه بالظبط واحطه لكم. وفي برده بول هيد بتتركب في الجزء ده زي الستاند الان بي 39. هحط لكم المقاس الجزء ده الستاند ده والستاند الثاني، بحيث ان انتوا تكونوا عارفين الايباد مثلا عرضه هيكون قد ايه. وطبعا ممكن تحط الموبايل بتاعك بالعرض كده وتصور عادي جدا. بس كده خلينا بقى ندخل في اشهر ستاند ممكن تستخدمه للكاميرا او الموبايل بتاعك. ستاند ال 3520 ترايبود عادي جدا بتاع الكاميرا، وفي نفس الوقت وسط، مش تقيل قوي ولا خفيف قوي، حاجه في النص كده. نفس الكلام بتشتري معاه منفصل، يا اما الماسكه دي يا اما الماسكه دي، فهتلاقي في الستور ده بيتباع لوحده، وبتقدر تطلب معاه دي او دي، بحيث انت يبقى معاك حريه الاختيار، عايز حاجه مثلا متوسطه ولا عايز حاجه اقوى شويه. تمام وضحنا الفكره دي. فانت لما بتشتريه للكاميرا بس، لو ما اشتريتش مع الماسكه. لو اشتريت الماسكه بتحوله لستاند تليفون. طيب بيجي معاه شنطه كيس بتاعته كده، بحيث ان انت لو هتتنقل بيه او حاجه. بيجي معاه طبعا الكتالوج بتاعه، بحيث ان انت لو عايز تعرف اكتر عن الاستخدام، بس احنا هنشرح هنا بالتفصيل اهو. اول حاجه الجزء ده بيتفتح معاك بالشكل ده، تشده من الحته دي كده بيفتح معانا اهو ثبت. طيب اول تحكم معانا البكره دي، لما بتفكها بتخليه يجي يمين وشمال، لما بتربطها بيثبت معاك ما بيجيش يمين او شمال. والبكره اللي هنا دي اللي بتتحكم فيه لفوق وتحت، البكره دي اللي بتتحكم فيه معاك فوق وتحت. تمام. في بقى بكره تانية دي اللي بتتحكم عايز الفيديوهات فيرتيكال ولا هوريزونتال، كده هوريزونتال وكده فيرتيكال معاك. من هنا كده الجزء اللي هنا ده بتربطه او تفكه عشان تربط على دي وتعمل دي كده. تمام. برضو ما بتربطش عليهم جامد، بتربط عليهم يا دوبك الكاميرا بتاعتك تثبت. طيب هتثبت الكاميرا بتاعتك ازاي؟ بتيجي عند الجزء ده كده وترفعه كده. تمام. هتلاقيها ثبتت معاك وطلع لك الجزء ده. الجزء ده فيه حته هنا زي مسمار كده، بترفع الحته دي كده، يبقى عندك مكان للمسمار، بتربط دي في الكاميرا بتاعتك. تمام. بعد ما بتربط الكاميرا بتنيم المسمار ده تاني وبتحط ده في الستاند وبتدوس عليه هنا كده، بتلاقي دي قفلت معاك، بترجعها للاخر. بس كده انت حطيت الكاميرا. عايز تتحكم في الزاويه بتستخدم ده، عايز تتحكم في اليمين وشمال بتستخدم ده، عايز تتحكم في الارتفاع عندك البكره دي بتعمل كده اكنك بتصطاد سمك بالظبط. حلو. وبعد كده بتربط على الجزء ده كده ثبت معاك. طبعا هتقولي الارتفاع بتاعه قصير كده، هقول لك لا، انت عندك رجل من تحت اهو، الطول بتاعه كويس جدا. انا طبعا مش عارف اوريه لكم في الكاميرا. بعد ما بتفتح الجزء ده بتقفل على الحته دي كده عشان يثبت معاك، وبتقفل على دي. تمام. عندك برضو هنا هو نفس الكلام على الثلاث اطراف، تعمل نفس الحوار بالظبط، وبتقفل عليه كده، بتقفل عليه كده بيثبت. الهوك ده موجود بحيث ان انت تعلق شنطه او حاجه لو الكاميرا بتاعتك تقيله ومايلها لقدام ما يقعش منك، فالجزء ده للشنطه او لاي حاجه تعلقها تثبت معاك اكتر. هننزله تاني عشان نعرف نشرح. هحط لكم طوله برضو دلوقتي، وهو الرينج بتاعه بيبقى من اول كام لغايه كام، بحيث ان انت تكون عارف مثلا لو انت هتحطه على المكتب بتاعك او عايز تصور حاجه قصيره او تحت خالص تقدر تصورها بسهوله. وفي نفس الوقت اعلى ارتفاع بالنسبه لك عشان لو انت هتصور وانت واقف تعرف هل هيكون مناسب بالنسبه لك ولا هتحتاج ترفعه بحاجه او كده. بالنسبه بقى لو انت ما عندكش كاميرا وعايز تستخدمه مثلا مؤقتا لموبايل او حاجه، او تعتمد عليه بشكل اساسي، هتجيب الماسكه دي زي ما انا قلت لك وتلفها في الجزء ده بدل الكاميرا، اكن دوت بيحولها لك لكاميرا يعني. تقفل كده بس انت معاك الجزء ده كده اهو، تقدر تميله يمين شمال. لو معاك الماسكه 360 هتميل من الماسكه نفسها، مش هتحتاج تلفه خالص. هوريك دلوقتي الموضوع ده. لو دوت مربوط هنا كده فهتفك دي كده شويه وتعمل ده كده بقى فيرتيكال، تعمله كده بقى هوريزونتال. طيب كده لكينا بما فيه كفايه عن الستاند ده، ندخل في اللي بعده. اخر ستاند معانا وهو ستاند رقبه بتاع تيليسن. ده بقى حاجه اوبشنال خالص، اللي هو لو انت عايز تصور برودكتس في نفس الوقت تبقى بتتحرك بحريه، مش متقيد بستاند في مكان معين، فده المناسب ليك. خلينا نفتحه سوا. طيب الستاند بيجي معاه ايه؟ اول حاجه الستاند نفسه اهو، وبعد كده معاك زي حزام تلبسه على صدرك، بحيث ان انت لو بتتحرك مثلا على عجله او حاجه الستاند ما يقدمش معاك. وديت ميداليه لو عايز تستخدمها. ماكسيف رينج بحيث ان انت لو الموبايل بتاعك مش ماكسيف تركبها، بس انا بنصح الصراحه الكفر يكون ماكسيف لانه بيكون اقوى من المغناطيس ده. وهنا معاك منديل بحيث ان انت لو هتركب المغناطيس دوت تمسح الموبايل كويس، بحيث ان لو في تراب في النص او حاجه هتتفك بسهوله يعني. طيب بيتلبس ازاي بكل سهوله؟ بتفكه كده
وبعد كده هتلاقي هنا زرار في الجنب، بتدوس على الزرار ده وبتشد ده كده بيفك معاك، وبعد كده بتعمل كده وتلبسه بالشكل ده. طبعا بترفع دي كده اهو وبترفع دي، بعد كده بتحط الموبايل بتاعك في الجزء ده وبيسند على صدرك. انا مش عايز احرك المايك بس تبقى معاك بالشكل ده، بتتحرك معاك بكل حريه، تقدر تعمل انبوكسنج، تعمل اللي انت عايزه بيها. وكمان ممكن لو بتسوق موتوسيكل او عجل او كده، بس بالراحه لان الماكسيف مهما كان مش هيبقى زي حاجه ماسكه على الموبايل، فلو وقع منك هتزعل جامد. طبعا اللي هيقول لي انت بتستخدم كل الاستندات دي في التصوير، هقول لك لا طبعا انا بستخدم ستاند الكاميرا وستاند الموبايل، وساعات يعني بستخدم ماجيك ارم، ساعات بستخدم ديت في الانبوكسنج. فمش كل الاستندات دي اساسيه. انت بتشوف مثلا محتاج 1 أو 2 أو 3 بتستخدمهم في الشغل بتاعك، بس مش هتحتاج تصرف في ده كله. ممكن تكون محتاج ستاند واحد اصلا، ممكن تكون محتاج الماسكه دي تحطها على ستاند الكاميرا بتاعك، فالموضوع ابسط من كده. شكرا اتفرجت على الفيديو للاخر، سلام. خلصت الفيديو بدري المره دي عشان الكاميرا فاضل لها بالظبط دقيقه وتفصل، فيا دوبك الحق الفوتج.